بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى بتاع المنظر ده، انا كنت جايبه لكم بالفيديو اللي فات. كنت هنا في المنظر ده. كنت رايحه فين؟ كنت رايحه عند الدكتور زي ما كنت قلت لكم كده اهوت. كنت رايحه للدكتور اول مره، كنت لسه بكشف. يعني عيالي غصبوا عليا عشان ينزلوني، مع ان انا كنتش قادره اقف على حيلي خالص. بس عيالي غصبوا عليا، قالوا لي لازم تنزلي عشان نشوف فيكي ايه، عشان خاطر الدوخه اللي كانت فيا دي. كان عندي دوخه شديده جدا، دوار. عارفين زي ما اكون، انا ما جربتش السكرانين بيبقوا عاملين ازاي، بس عارفين ان هم السكرانين كده بيبقوا بيتطوحوا. انا ما كنتش بقدر اقف على حيلي خالص. فابني قال لي لا انزلي يا ماما، خلي ياسمين تنزلك وخدوا اوبر، عشان باباهم كان في الشغل. وقال لي انزلي عشان خاطر نروح نشوف الدوخه دي جامده. المقطع ده بقى مش هو نفس المقطع بتاع المره اللي فاتت. المقطع اللي بتاع المره اللي فاتت كنت لسه رايحه اكشف. فالدكتور كتب لي على، طبعا، على علاجات وكده، كنت قايله لكم عليها في الفيديو اللي فات. حقن، مش حقن، قطرات زيت. عارفين قطرات الزيت دي؟ خدتها وخلالي وداني الاتنين مسنجين. بقيت عماله كارهه، يعني كارهه نفسي. قعدت بتاع 4 5 ايام كده ما بسمعش خالص. وبقى ايه، يا ريت ما بسمعش بس. ده انا في صدى صوت كده في ودني كده، في صدى صوت في دماغي. فبصوا بقى، اخويا هايص وانا لايص. بعد ما روحت لقيت جوزي بس بالي العيش للعصافير، حاطط ميه كده للعصافير والحمام، وحطه على التكييف بتاع اوضه النوم كده. طب يا ابني الحلال، انت حطيت العيش كده مبلول على التكييف، ده كده غلط. قال لي لا لا مش غلط، بس بص بتاع الحمامه طريت ازاي. وقلت له طب حطهم في طبق طيب ولا حاجه، عشان خاطر العيش ما يبقاش مبلول كده على التكييف يبوظه. قال لي لا لا سيبيهم ياكلوا. طول ما هو قاعد بقى ايه، حاطط العيش كده واقف في الشباك، عمال يعني عايز يتفرج عليهم. هو غيته العصافير، وغيته الحمام والقطط واي حاجه بتبيت وبتفقس وبتولد بيموت فيها بيعشقها. انا الصراحه ماليش غيه في الحاجات دي خالص. لا، ما قعدت قلت له لا اشرف، ما تخليش حاجه تقف على التكييفات ومش عارف ايه. حرام، وحرام كده يعني. يا بخت من اكل طير ولا حمام ولا آم، حيوان في الشارع ولا حاجه. بس يعني عادي، انا ممكن اكلهم في الشارع عادي، لكن مش بحبهم يعني. ممكن بقى يقعدوا يعملوا بيبي على بتاع التكييف ومش عارف ايه. لا، مش غاويه انا الحاجات دي خالص. فما علينا، الحمد لله رب العالمين. تعالوا بقى تستمر الحياة. هنعمل ايه؟ هنعيش حياتنا تاني والحمد لله. انا خدت العلاج وكده، والدكتور زي ما انتم ما شايفين كده في المقطع اللي فات، الدكتور بيقول لي انت بتصوري ليه؟ فقلت له ده انا بصور بس عشان عيالي قالوا لي صوري يا ماما. انا لو كنت وريتكم، بصوا منزل لي كمية حاجات من ودني. بص جوزي بيقول لي انت مربيه الحاجات دي ازاي في ودنك؟ فقلت له ما اعرفش، من القطرات. ما حبيتش ان انا اوريكم بقى المنظر وكده عشان خاطر ما اضايقكوش. بس الحمد لله، اول ما دخل جوه البتاع يعني ودني السرنجه كده، فنزل بقى ايه، ودني الحمد لله سمعت ردلي تاني. فاتشهدت الصراحه، كنت متعكننه جدا. فطبعا جوزي بقى في المقطع ده كان جايب لي شويه طلبات وكده. كان جايب لي شويه طماطم بقى، وانا اصلا خارجه من عيا. عارفين اللي يحك لي على مناخيري كده ايه، عصبيه جدا اليومين دول. فراح جايب بقى سمنه كده بلدي زي ما انتم ما شايفين. كان جايب طماطم يعني ان انا اصلصها. وصابون سايل بقى عبيته في الجيركن بتاع الصابون السايل، والمسحوق بتاع الغساله بتاع الاوتوماتيك. كل حاجه طبعا حطيتها في مكانها. وفي اليوم ده بقى كان على اخر النهار طبعا، ما لحقتش اعمل اكل. فراح جايب سمك مشوي كده وسلطات، سلطه طحينه وبتاع. انا عملت يا دوبك شويه سلطه، ورحت ايه عامله شويه رز وخلاص. الحمد لله كان رب السر عليهم. الطماطم بقى مسكتها كده كلها غسلتها، ورحت ايه جايبه. انا عندي بنجر كده، كان جايب لي كذا بنجرايه، فشلتهم في الفريزر، ما رضيتش ارميهم. فبحب احطها في الطماطم كده، عشان بتدي الطماطم لون حلو كده، وبتديها يعني الطماطم قيمه غذائيه كده. عشان الدكتور كان قايل لي نقص الحديد ونقص اللي هو الحديد يعني، وفقر الدم ومش عارف ايه. قال لي ده علاجه البنجر. فقال لي حطي البنجر معاكي في اي اكل، حطيه في الفراوله، حطيه في السلطه، حطيه في معرفش في ايه. فقال لي هو البنجر ده هو اللي بيخلي نقص الحديد يترفع. الحديد يعني في كميه حديد جامده جدا. فحطيته كده بقى، قشرت البنجريه وغسلتها، ورحت حطها في الطماطم بتاعتي. وبصوا بتدي الطماطم، بتديها لون وردي كده، بتخليها لونها بتبقى جميل جدا. وفي اليوم ده بقى كان جوزي كان جايب شويه طلبات وكده، وجاب فراخ بانيه. محمد ابني كان عندي وكده. بنته تعبانه، ادعوا لها ربنا يشفيها. بص، وقعت على دماغها، يا دوبك وقعت على دماغها ودماغها، عارفين. وداها للدكتور، عملت صديد وبقاله اسبوع دلوقتي، لا يقل عن اسبوع، بيغير لها يوم بعد يوم. فطلعت كميه صديد من دماغها. ربنا يشفيها يا رب. الحمد لله بقت احسن يعني. بس فجوزي بقى لي قد ايه عمال اقول له هات لي حجاره للروبوتات، عشان شغلنا التكييفات وكده. فالروبوتات كلها بتاعت التكييفات ما فيهاش حجاره. فعماله بقى لي كذا يوم اقول له هات لي حجاره للروبوتات. فزغرته لي بقى، اخيرا جاب لي بتاع الحجاره. والبتاع اللي كان لسه كان جايب لي
بني كده بس. ياسمين قالت لي ده بالحبهان معرفش ولا بايه. انا بتاع البني ده هو بيوطي لي ضغطي معرفش ليه، مع ان انا بحب القهوه وكل حاجه، بس كل ما بشربها بحس الدوار بيزيد عندي معرفش ليه. فجاب بقى معرفش بالحبهان وجاب معرفش بايه. انا مش بعرف في البني الصراحه، بني عبد المعبود ده. جاب لي ياسمين كذا واحد كده، فعشان خاطر هي ياسمين عندي اللي بتشربه، يعني هو مش كيف او بردك قهوه، هي بتحب تشرب القهوة فرنساوي كده. وانا ساعات يعني كل فين وفين كده لما بحب ان انا بشتاق لها وبعملها باللبن، ما احبش اشربها الا باللبن يعني. فرحت عامله بقى مصلصه بتاع عندي الصلصه كده، ورحت مقسماها في كيس كبير وكيس صغير كده، عشان ساعات ياسمين بتطلع كيس تعمل بيه حبه مكرونه على قدها كده، فبحب اعمل كيس كبير وكيس صغير، والباقي اللي كان في الخلاط ده بقيته عشان خاطر انا هعمل معاكم دلوقتي ايه. هعمل معاكم محشي ورق عنب ومحشي بتنجان. مسكت بتاع ضربت انا عندي الصراحه صلصه في الديب فريزر وكده، بس عيالي وجوزي بيحبوا الحاجه عارفين فريش وفرافيش، ما بيحبوش ياكلوا حاجه يعني. حتى لو انا عندي صلصه في الفريزر بتاعه محشي متصلصه، لا يحبوا الحاجه تبقى لسه يا دوبك نازله من على النار. فقلت مش مشكله، رحت عامله ضربه بصل في الكبه بسرعه، ورحت حاطه ميه في الكاتل وكده، وسلقت ورق العنب ده كان فيه منه بناتي وكان فيه منه صبياني. عيال بيقولوا لي بناتي وصبياني، فكان في منه بناتي وكان في منه اللي هو يعني اللي مش اللي خشن شويه كده، بس البناتي طبعا بيبقى جميل واجمل واجمل. وكان عندي بقى حبه بتنجان كده، ياسمين هي بتحب البتنجان برضك ومرات ابني، فياسمين قورتهم بسرعه كده، رحت عامله لهم حبه رز هم كمان، وعملنا معاهم قرنين فلفل كده. والاكل ده لو اقول لكم يسمح يستكوا بقى لنا يومين بناكل فيه مش هتصدقوا. مسكت البانيه بتاعي بقى، شطفته جامد وشطفته بليمون ومش عارف ايه، وحطيت له بشرت له بصله، وحطيت له قرفه وجنزبيل وملح وفلفل وسبع بهارات ومعلقه كاري ومعلقه كركم. وادي المحشي زي ما انتم شايفين كده. بصوا مهما احط طماطم في المحشي مش عارفه الصلصه بتروح فين، بتتبخر ولا ايه. حاطه لها طماطم كتير جدا، عايزه اشتري برطمانات صلصه عشان برطمانات الصلصه اللي كانت عندي كلها خلصت. وعملت يا دوبك حبه سلطه كده زي ما انتم شايفين يستاهلوا بقكم. بس كان جوزي بقى في اليوم ده ما كانش بياكل معانا، كان نزل صراحه قبل الاكل على طول، وراح قال لي لا كلوا انتوا كده ولما اجي ابقى اكل. ف شلت له حبه سلطه كده عشان خاطر يعني ما بيحبش ياكل من ورا حد، يعني يقول لك لا انتوا بتاكلوا وتسيبوا لي بواقي الاكل. فعندي عيله انفه جدا يعني. بصراحه ساعة لما هما نزلوا بقى وكده ما كانش عندي حد ينزل يجيب لي زيت، فكان ياسمين قالت لي خلاص يا ماما نعمله في جريلا كده زي ما انت ما بتعمليه. حطيت له حبه زيت صغيرين، وهو بيبقى كده الاكل ده هيلث اكتر يعني. يعني انا بحب الحاجه انا وعيالي ننزل زيت كده. بس لما تعملي الفراخ البانيه جربيها في الجريلا كده، بتبقى عامله زي المشويه، بتبقى الزيت بتاعها قليل وبتبقى صحيه اكتر. وعارفين انا مدوشه اليومين دول يا جماعه، والله العظيم حاسه ان انا يعني الدنيا بتلف بي. اصعب فتره في حياتي هي الفتره دي، والله العظيم. انا حاسه ان انا جوزت عيالي، انه بيقولك ايه اللي اتجوز عيالها دي بتفوق، واللي اتجوز عيالها دي يا بختك ما اعرفش ايه. بس انا حاسه ان اصعب فتره في حياتي والله العظيم لما جوزت عيالي، ما اعرفش ليه. ان انا حاسه ان انا ايه، عارفين في فترات كده في حياتي كنت بقعد كده على تليفوني، وكنت بقعد اتفرج على الفيديوهات، وكنت يعني انا بعشق اليوتيوب، ما بتفرجش على اي تطبيق في يعني الا اليوتيوب. ما بحبش الانستجرام قوي، ما بحبش الفيس، ما بحبش اي تطبيق. بصوا دي في حد ذاتها دي كانت نعمه من نعم ربنا عليا، انا افتقدتها وما كنتش حاسه بقيمتها، بس الصراحه انا افتقدتها. ليه بقى؟ عارفين ان انتوا كل ما بتكبروا في السن بتحسوا كده ان انتوا عايزين دماغكم تبقى ايه، يعني ما فيش خلاص بقى، مش عايزين مشاكل، مش عايزين دوشه، مش عايزين. بيبقى حاجه حلوه وكل حاجه ان عيالكم حواليكوا وين. بس عارفين اللي هو الاسترس اللي هو الايه، الضغط العصبي ده، بتبقوا عايزين خلاص بقى عايزين يعني ايه، تأدي بقى واجباتك وتقري جزء قرآن وتصلي وتقعدي بقى ايه هادية كده، عارفين يعني مرتاحة البال. فطبعا ربنا يا رب يروق بالكم كلكم، وربنا يريح دماغتنا من عارفين مشاكل العيال طبعا ما بتنتهيش، وكل ما العيال بتكبر مشاكلها بتكبر معاها. يعني ما تتخيلوش بقى ان خلاص بقى العيل كبر، لا خلاص ده كبر بقى وخلاص الحمد لله يشيل نفسه، لا والله العظيم ده كل ما العيال بتكبر مشاكلهم بتزيد. هنا بقى في المنظر ده كنت نقلت بقى بردك، يعني في المنظر اللي فات ده انا غيرت تاني في الريسبشن، بس هوريكم الفيديو الجاي، بس خليكم معايا. انا هوريكم
وهقول لكم ليه بس في الفيديو الجاي. طبعا تابعوني عشان تعرفوا كل اخباري، وانا زعلانه منكم عشان خاطر فيديوهاتي كلها واقعه، وانا بتعب من الفيديوهات دي جدا، ومحدش بيقدرني خالص، مش عارفه ليه. فيلا رزقي على الله. الحمد لله رب العالمين. انا بس كفايه، بس يكفي ان انا بفتح الكاميرا وبتكلم كفايه، يعني حتى لو بتكلم مع نفسي مش مشكله ان انا بتكلم، يعني حتى لو في حد، حتى واحد بيسمعني مش مشكله، انا كده هوت مرتاحه. كفايه ان انا بعمل حاجه انا بحبها. برضك مسكت برضك اوضه النوم كده وروقتها، والفرش دي كلها كنت غسلها معاكم في الفيديو اللي فات، فمسكتها كنستي بقى ومسحت وبتاع، ورحت فرش الفرش بتاعتي. طبعا برضك يعني غيرت في النظام تاني، بس في الفيديو الجاي بقى هوريكم انا عملت ايه. اخد هدنه كده وانتوا تاخدوا هدنه برضك عشان انا تعبت، بتعب جدا لما بتكلم كتير. بس اللهم صل على النبي بقى، رحت منضفه اوضتي برضك، ورحت مولعه الاضواء اللي هي الهاديه دي، بتحسسني كده بالاستجمام كده، وبتحسسني بالراحه وبالهدوء وبالسكينه، السكينه اللي انا افتقدتها. والبتاع المشايه دي كانت محطوطه في قلب الطرقه كده، فكنت غسلاها برضك في الفيديو اللي فات، ورحت واخداها من الطرقه وفرشت يعني سجاجيد غيرها، ومشايات غيرها في الطرقه. قلت اغير كده عشان انا عينيا دايما بتحس بالملل، وبطلع غلبي في ايه في الشقه بقى، يعني اقعد اشيل ده من هنا واحطه هنا، واشيل ده من هنا واحطه هنا. بحس بتغيير في عينيا، وتغيير في يعني في الشقه. خلاص كده انا كده كاني غيرت حياتي. فالحمد لله رب العالمين. نحمد ربنا على اي نعم ربنا بيديها لنا. ويلا ربنا يهدي عيالنا كده وهنا بقى كنت بصبح عليكم كده. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله.